ناعمه كتجر بالقضايا اللي عندها وبالملفات اللي عندها في القضاء. هادشي اللي كيقولوا بعض القنوات، وهادشي راه ولد مو معاهم، وهو كيعلن بهادشي هذا جهرا انه مول المحل اللي كيتصارف معاه تيقول ليه شوف دعي معايا الله يقرب لها. تنوض الروينه قال لي مول المحل علاش؟ تيقول ليه هكذا باش نخلصك انا قبل كاع من الموعد اللي درتي معايا. وهادشي كيقولوا هو علنا، ما بانش لكم هادشي هذا. المهم نعيمه شنو دارت؟ كتكلم مع المتابعين ديالها كيف ما انتم ايضا كتكلموا مع المتابع ديالكم. نتوما المتابع ديالكم راه كتقولوا عطيونا صيفطوا لنا بزز منكم، وليتو كتهدوا انه يصيفط لكم، بعض منكم كيهدوا المتابع انه بزز منه يصيفط لهم. المهم نعيمه ما كديرش هادشي، الا تكلمت فهي كتكلم مع المتابع ديالها. حنا المتابع راه ولا بحالنا بحال العائله ديالنا، كنشاركوا مع الافراح ديالنا الاحزان ديالنا، هذا امر عادي. اما نتوما راه منكم بعض القنوات اللي كيخرجوا كيتسولوا هكذا تيقولوا حنا كنسعاو. كاين اللي كتخرج كتقول انا كنسعى المتابع، كنسعى خوتي وكنسعى خواتاتي، والانسان كيقولها بفمو انا كنسعى، والبدا واش كتسعى شي قوم اخر كتهضر مع الاخوان والاخوات ديالها حتى هي شنو دارت. اما نتوما راه معاكم ولد مو تيقول لهم الله يقرب لها والله يرونها باش تزاد الخلاص ديال الادسنس، وتيقول لكم ديروا القنوات. شوفوا التحريض، التحريض على الضرب في العائله ديال نعيم البدويه، ديروا قنوات راه فيهم الفلوس، راه فيهم. وانا تنقول لكم والله ما كاينش فلوس، والله ما كاينش فلوس الا في حاله وحده. شنو هي؟ الا بغات ديروا بحالو، يعني هذا هو التحريض. الا بغيتوا تدخلوا فلوس خاصكم ديروا بحالو. ضربوا انتم في اعراض النساء، ضربوا في شرف او عرض الاطفال، في الحقوق ديال الطفل، ففعلا غيكون عندكم مدخول، كتحققوا مداخل كبيره بحالو. هو اللي كيعترف باللسان ديالو انه كيدخل هادشي هذا وجهرا. وشكون اللي كيتكلم على هادشي؟ حتى واحد. شفت المنصه اليوم ديال حسن مصلعه، طلع عنده بان لي طلع عنده الاخ عادل الخباب، كيناقش معاه الموضوع ديال المنعمه والعائله ديال المنعمه مريم وكذا، وخصوصا الموضوع ديال الاطفال. ولكن تما حتى واحد ما عارف اهتمام، يمكن بقى جاي الصداع والغوات، سمعت الغوات الصداع. اما شي نقاش فما ما كانش. علاش؟ لانه سمعت حاجه وحده، شنو هي؟ انهم تيقولوا الخليج زيرو تفاهه، مرحبا بكم اجوا دخلوا على القضيه ديال القناه الاولى اللي كدير لنا شي برامج تافهه وكذا وكذا. غادي انا شوف باش تعرفوني انا حقاني غنشاطركم الراي، نقول لكم عندكم الصح، عندكم الصح وانا معاكم. علاش؟ لانه فعلا هذيك واحد الحاجه كدوز مثلا في التلفازه حنا ما بغيناش، من حقنا نتاخذوها، وتنقول لكم انا معاكم. ولكن انا كيف ما غنقول لكم انا معاكم حتى نتوما كونوا معنا وناقشوا الموضوع ديال سعيد فاش طلع كيعاير في ولاد مريم ولا هذاك معاكم، وفهموا كلامي بالكبير. اللي غيكون حقاني يكون حقاني في كل شيء. لا غادي نناقش معكم بزاف ديال المواضيع هذا، حتى الموضوع ديال الشكايات، شكون اللي كيحط الشكايات وشكون اللي كيحرض على الشكايات. غنعطيكم داك الشيء بالمقطع بالصوت والصوره، يعني بالدليل. خليكم معايا متشوفين. ما نساش نسلم عليكم، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، كنبغيكم كاملين بدون استثناء، واحد بواحد وحده بوحده بالاسامي ديالكم. بلا ما نطول عليكم اكثر في المقدمه غادي ندوز مباشره معكم الموضوع. انا كنتكلم معكم وانتم كتفاعلوا معايا من خلال التعاليق ديالكم، ارائكم، استفساراتكم. كذلك ما تبخلوش لنا بخاصيه او ميزه سوبر تانكس باش الفيديو ديالنا كتقترح والصوت ديالنا كيزيد يوصل، اللي هو صوت الحق. حنا كنتكلموا غير بالحق، ما بغيناش حاجه اخرى. المهم سمعت انا كيف ما قلت لكم المداخله اللي كانت عند الاخ عادل الخباب، نبدا باول حاجه. سمعت في سمعت المنصه ديال المصطلع، يمكن واش كيسعوا بغا يديروا شي صلح ولا ما فهمتش انا شنو كاين بالضبط. انما سمعت انهم كيناقشوا واحد الموضوع ديال ان خليت زهور التفاهه. الا بغيتي تتكلمي في تبيني ان عندك مصداقيه وانك كتحاربي فعلا التفاهه، فحاربوا ديك التفاهه اللي كدوز عندنا في القناه الاولى. يمكن على ما اظن في برنامج العروسه فعلا كيدوزوا شي امور اللي ماشي هما هذوك في ذاك البرنامج. حنا ما كيعجبوناش كمتابع عامه، كمتلقي. اه وكيف ما قلت لكم انا كنشطركم الراي في هذه المساله، انا متفق معكم. ولكن علاش ما تناقشوش؟ كنتم دايرين منصه وطلع عند طلع الاخ عادل الخباب طلع واقترح عليكم هذه الفكره ديال الضرب في الاطفال. ولكن واش شي واحد ناقش مع هذا الموضوع بحياد؟ واش شي واحد فيكم قال لي عندك الصح وداك السيد راه ضرب في الاطفال والمقطع هو كاين فعلا بالدليل والحجه والدليل والبرهان، ويطلع يقول لي لا وهذا الشيء ما مزيانش وهذا الشيء كذا؟ لا. وكالعاده ودون من طين ودون من العجين، ما غاديش تسمعوا هذا الشيء كاع، ما غتسمعوش. راه حتى المنصه ديال روبان البارح وراه رفع التحدي اليوم، تنقول لكم انه خصكم توصلوا الصوت ديالنا اخواني اخواتي. البارح في المنصه قال لك انهم هذا الشيء هذا ما سمعوش، هذا الشيء هذا ما عرفوش، هما كاع ما كاينش، هما راه ما كاينش مقطع ما كيوصلهمش اي حاجه كتضر في هذا اليوتيوب هذا، خصوصا الموضوع اللي كتقيسهم اللي كيعرفوهم هما القنوات اللي معاهم، فاكيد مقطع كيتحط كيوصل عندهم، فما يمكنش ما يوصلهمش هذا المقطع. ولكن حنا قلت لكم غنديروا النيه وغنقولوا داك المقطع ما وصلكمش، ولكن اليوم ان شاء الله باذن الله والمتابع غادي يوصل هذه المقاطع هذو وغادي توصلكم. وكنتمنى انكم تناقشوا هذا الموضوع اليوم، ما ناقشوش البارح ولكن اليوم نناقشوه. فهم؟ غادي نتكلم ايضا
على الشكايات. هذه المساله ديال الشكايات كيف ما قلت لكم، كيف كاين تواطؤ فيها. كيفاش هي دارت شكايه في المحكمه اليوم، قبل ما دير شكايه كاع في المحكمه اليوم مثلا، كتلقى ولد مو طلع البارح وتيقول لهم انتظروا كاينه مفاجاه غدا وكاين هذه في المحكمه وغتكون هذه وغتكون هذه، انتظروا راه درت تفريغات ودرت شكايه فلان فلاني وشكايه فلان فلانيه، انتظروا راه عيط للمحامي ديالها وطلب مني مقطع فلان فلاني وعطيته مقطع فلان فلاني. هنا شنو كيبين هذا التواطؤ اللي كاين بين هاد القنوات هادو. واش دابا هاد التواطؤ ما بينش بين بواحد الشكل واضح وبشكل جلي كيبان. هاد التواطؤ اللي علم كاين على عائله دم نعيمه البدويه كامله. وغادي نعطيكم الحجه والدليل البرهان من فم ناديه. واحد النهار وانا كنعيطك ناديه، سمعي، كنعيطك ناديه علاش؟ حيت انا كنتاقدك، انا كنمارس الانتقاد من داكشي اللي كديري في اليوتيوب. اما حياتك الشخصيه اللي ما عنديش غرض بها، وانا ما غنعتك ما غنقذفك ما نقول فيك لقب. كنعيط لك ناديه اسمك اللي في القناه، مفهوم؟ غنعطيكم واحد المقطع. كانت ناديه كتكلم في واحد المنبر اعلامي، تكلمت على المخطط او على الخطط اللي كيبغيو يديروا المنعم البدوي باش يصيفطوا للحبس. وكانت انا داك كتكلم على الزروالي، قلت لهم انا الزروالي كان تيحرضني وتيقول لي سيري ديري شكايات وسيري ما تنازليش لديك السيده، وهذا الشيء بالفم ديالها. وهنا اللي بغيت نقول لكم، يعني هذه السيده كيبان ان منعمه ولا العائله منعمه كامله مريم ولا هذا عندهم اعداء، عندهم اعداء اللي فعلا كيبغيو يطيحوا يخدموا بالشكايات ديالهم، كيف ما غتقول ناديه دابا في منبر اعلامي غنعطيكم تسمعوا دابا المقطع. اذا فكيف ما كان عندها اعداء في ايام زمان، حتى دابا عندها اعداء. وشكون هما الاعداء؟ راه عندها ولد امه. ولد امه راه كيفرح ملي كيقول ليه الزروالي ما عليكش، راه تيفرح وكينشط. راه عندنا داكشي حطيت لكم انا بالمقاطع. اذا شكون عرفنا حنا هذاك اللي كان تيحرضك ذاك المره، دابا مصيفط هذا ديالو الصغيور باش انه يحرضك عاوتاني. وانا وضحت لكم انه كاين فعلا كاين تواطؤ بيناتكم. ملي كنقول لهم راه غدا كاينه شكايه ولا غدا كاين كذا وكاين تفريغ فلان فلاني وكاين تفريغ فلان فلانيه، يعني كيعطيك هو داك الشيء اللي غادي يكون قبل اوانه. وهاد السيد هذا ماشي كيتناقش مع هاد السيده وكيناقشوا هاد الامور هذه ما كيخطوش. غادي نعطيكم هذا المقطع هذا تسمعوه وغادي نكمل معكم باش تعرفوا ان التواطؤ راه من زمان، ماشي عاد اليوم، راه من زمان وكيتمارس على هذا الشيء هذا. وغناقشوا المساله ديال الاطفال خط احمر. ويا عدوتي من بعد عوتي شنو اخر من بعد كان كيقول لنا عطيو بركوا على يماها ما ترحموهاش هكا عندك يكون شي صلح. راه من مصلحتكم ما كاينش الصلح، راه غيتقلب عليكم الراي العام وراه غيدير وراه غيفعل. المهم كان كيحرضنا وهذاك الشيء انا كنت عارفه يعني هو ما كيبغيهاش بالسيف ما غيقول داك الشيء. وانا ورلكوا على نعيمه صيفطوها للحبس حيت هو من مصلحته تبقى غادا طالعين هابطين ونعيمه تمشي للحبس. لكن حنا شفنا في الفيديوهات العكس، شفنا كيخرج كينادي كيقول لكم انا كنطلبكم تصلحوا مع هادي ولا تنازل. المظاهر خداعه مراد، ما تثقش بديك جوج كلمات اللي في اليوتيوب. شوف الواقع وشوف شنو في قلبه لداخل. انا كنناقش معكم الواقع وداك الشيء اللي في اليوتيوب كنناقش معكم. والمظاهر خداعه، انا ما كتخدعنيش المظاهر، لا تخدعني الاشكال. انا تنقلب على الجوهر كيف ما الناس اللي معنا تنقلبوا على الجوهر على القلب شنو فيه. اما المظاهر ما كتخدعناش وما كتقولبناش. اذا سمعتوا يعني التحريض اللي كان من قبل، حنا صيفطوا للحبس، خصها تمشي للحبس، ما تنازلوش ليها وكذا. فين امين سمعتي هذا الشيء؟ بحال هذا الشيء دار في عقلي غير هاد الايام. باش نتفكر معكم انتم راه كاين في عقلكم هذا الشيء. غتقول لي امين شنو اللي في عقلنا؟ في عقلكم ولد امو ملي كان تيتكلم البارح ولا البارح تيقول لهم ما تنازلوش، ما تنازليش ناديه، ما تنازلي. الا تنازلتي انا ناديه غادي نوض لك انت، غادي نحطها هي. هذا هو اللي كيتحكم في كل شيء دابا، هو كيتحكم في كل شيء. وداك الشيء حطو في فيترينا، يهزك انت حطك انت يهز انت. داك الشيء عنده فيترينا، هو كيتحكم بداك الشيء كيف ما بغى. اللي ديما هو تيقول انا البزبوز في يدي، انا اللي كنخلق البزبوز، انا اللي كنحلو، انا اللي كنسدو. ياك ديما تيقول لها ناديه الا تنازلتي غادي نحط البدويه وغنحط مريم وغادي نوض لك انت. واش هذا ماشي تهديد صريح؟ كيفاش غتنوض لها انت؟ بداك الشيء غتنوض لها دابا. انت غتسنى حتى دير تنازل، الا درت تنازل غتنوض لها انت. اما دابا ما غاديش تنوض لها حيت غاديين معاك في سفينه وحده، في مخطط واحد، ما كاينش مشكل. ولكن تيقول لها ديري تنازل غادي نوض لك انايا. دابا شوف كل واحد ملي كيشدو من اليد اللي كتوجعو، كيف ما كنقولوا كل واحد كيشدو من اليد اللي كتوجعو. وحده عارفه تبغي المشاهده، تيقول لها انت الا تنازلتي ما غيدخلش عندك متابع، غيسقط عليك متابع، المتابع ما يعقدش عليك، يا ما عاملك يا ما صيفط لك يا ما فعل معاك كذا. كيشدها من اليد اللي كتوجع. الثانيه كيشدها هو عارفه انه كيف ما شاد عليها وكيف ما تيقول ديما انا عندي وانا عندي وانا كذا وكذا وكذا، تيطلع تيقول لها اذا
درتي هذا الشيء هذا فانا غادي نبهدلك وغادي نطلع لك انا ونوضك انا. هي كتخاف دابا، راه واخا تبغي دير تنازليه اش تقول؟ ناري غنمشي ندير شي حاجه ينوض ليا ولد مو، ناري هادشي راه فيه الحبس، غيصيفطني يهضر عليا يدير عليه مؤامرات مع، عارفين هو كيدير مؤامرات وعارفين هما المخططات ديالو كيف ما قلت لكم كاين تواطؤ، عارفين المخططات ديالو. اذا شنو غادي يديروا؟ غادي يتكمشوا يقولوا لا خصنا نكملوا في هذا المحتوى، نكملوا في الشكايات، بان الصباح نهضروا على موضوع الشكايات، في العشيه موضوع الشكايات، غدا نهضروا على موضوع الشكايات، ما لا هم ولا موضوع سوى موضوع الشكايات. وهو شكون اللي في المصلحه ديالو هذا الشيء هذا؟ هو اللي طالع كيتكلم كينصح. شوف كينصح الناس يقول لهم وديروا القنوات، الا درتوا قنوات راه يوتيوب فيه الفلوس، راه في كذا، ولكن انت كتقول انك خصك تضرب في الناس. دابا واش دابا اللي بغى يدير، اللي بغى فلوس انه خص يدير قناه ويضرب في الناس باش انه يربح فلوس بحالك؟ دابا هذا ماشي تحريض على الضرب في اعراض الناس والضرب في اصول الناس، هذا ماشي تحريض هذا. لا ديروا قنوات. اذا هذا كيتاجر بالقضاء، كيتاجر بالقضايا اللي مطروحه في القضاء، خدام بهم وكيدخل بهم فلوس ادسنس وكيقولها هو وكيعترف بها انني درت داب ودرت محل، وداك مول المحل كنصيفط ليه انا 2.5 في الشهر وكنصيفط ليه 3 في الشهر بالناش من اليوتيوب. ما كنصيفطش داك الشيء قلت من عرق شافي، كنصيفطو من عرق لساني من اليوتيوب، كيعرق من لسانه، الناس كتعرف نكشافو وكيعرق من لسانه، داك الشيء اللي كيعرق به في اليوتيوب. مناش من الضرب في الناس، ضرب في البدويه، وكيقول للناس دير قناه، شوف دير قناه وضرب في البدويه، راك الا درتي محتوى. شو يعني هنا؟ يعني هو كيعترف انه ما عندوش محتوى، وكذلك كينصح الناس انك الا درتي محتوى ما غاديش يطلع لك، ما غاديش يطلع لك داك المحتوى، بغيتي يطلع لك ضرب في البدويه، ضرب في مريم، عايرهم، قذفهم، سبهم، فهنا غادي تجيب مشاهده وتجيب فلوس. ودابا الناس غتطمع، راه كاين قبح الله وفقر، كاين اللي دابا غيسمع الكلام ديالو وغيقول ودابا انا ما عنديش، ما فحاليش، وانا غندير قناه كيحسب القناه غطلع لي من اليوم من الغدا، ندير قناه العيد جاي ندبر على الفلوس، ندير العيد ولا ندير كذا ولا هذا. وشنو غيقول نطلع نضرب في هذه، نطلع نضرب في فلانه، نطلع نخرج المشاكل اللي عندي الاسريه ديالي نطلع نخرجها. فين غادي نوليو؟ فين خليت زيرو تفاهم؟ فين انا كنتمنى يوصلكم الصوت ديالي، راه يا ما تكلمنا وعينا ما نتكلموا، واش الصوت ديالنا ولا مقطع، واش ولا مقطع ديالنا حنا وصلكم؟ كتكلموا بزاف ديال الامور وبزاف ديال المقاطع كتكلموا فيها كتوصلكم، ولكن هذا الشيء، هذا الاجرام اللي كيتمارس دابا، واش ما كيوصلكمش ولا مقطع منه؟ هذه التجاره بالقضايا ديال الناس اللي في المحاكم واش ما كتبانش لكم؟ اذا وحده، انا تنقولها وتنعاودها، اذا وحده عندها مشكل مع وحده، راه كاين محكمه، كاين الدار، كاين مؤسسه الامن الوطني، غتمشي وديري شكايه ديالك ولا هذا ودير المتابعه ديالك وسالينا. ولكن باش غنطلعوا حنا وحقي وغدا ومشيت ودعيت وشكيت وها السيديات وها المقاطع وها الوراقه باش داعي وها باش داير وكذا وفلان 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 وكيهدوا في الناس. بالله عليكم واش هنا هاد الناس كتامن بالقضاء؟ واش هاد الناس كتحترم القضاء وكتحترم هاد المؤسسه اللي هي قداش؟ ما كنظنش، لانه لو كيحترموا هادشي هذا، درتي شكايتك سير تكمش صافي، سير انت وداك السيد تطلقوا في المحكمه، ما تخدموش، ما تدفعش ادسنس، وما تدفعش اشهار على واحد الموضوع كتهضر فيه على المحكمه، على شكايات اللي انت دايرهم واش دايرهم ولا ما دايرهمش الله اعلم، ويهدوا الناس من الغرض واحد شنو هما؟ تكميم الافواه، ان اي واحد كيدافع على امي نعيمه ولا على مريم ولا كيتكلم غير في هذا الموضوع هذا، انك ما خصكش تتكلم، انك غادي تسكت. اذا مشيتي حتى تكلمتي فحنا غنديروا بك شكايه وغتمشي للحبس وكذا 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 وكذا. والتهديد هادشي نيشان بالعلالي، هادشي بالعلالي كيديروا في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، كاين شي متدخل والو. هما نيت دابا هاد الناس اللي كيتكلموا علاش هادشي، على الاعراض وعلى الشرف وعلى كذا وكذا وكذا، وعلاش ما تقولش خصنا نديروا شكايه بولد امهم اللي نضرب مثلا في هذوك الاطفال وضرب في الشرف ديالهم وضرب في العرض ديالهم، علاش ما تكلمتوش في هذه المساله هذه نتوما كاصحاب قنوات؟ وكيجيو بعض منهم شفنا مداخله ديال فلان الفلانيه وراه كتكلم على سعيد راه ضرب في ولاد مريم وكذا وتمشي تلعب، ما تهضرش على ولد امه هكذاك، ما تهضرش على هكذاك. كيفاش بقى فيكم الحال؟ يبقى فيكم الحال على وحده قالت انه خصو يتناقش في الموضوع ديال واحد ضرب في الاطفال، وبقى فيكم الحال عليه قالت شي كلمه، راه انسان كاين فاعل ومتابع، كيبقى غير متابع راه غير متابعه. راه شوف ملي غتسمع واحد الشرف ديال الاطفال كيتضرب وحقوق ديال الاطفال كتضرب، راه غيبقى فيك الحال داك شي مواطن حر، سواء تكون صاحب قناه سواء متابع، راه الانسان كاين فاعل كيخرج بعض المرات شي كلام ماشي هو هذا، كاين فاعل الانسان فعلا كاين فاعل. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم باللغو في ايمانكم، الانسان تكون عصاب ولا تقول شي كلام ولا هذا ولا يحلف ولا هذا، فربي ما كيديش عليك، هذا الله سبحانه وتعالى. فهنا الانسان ملي يسمع اطفال كيتقال في حقهم شي حاجه اللي خايبه، فراه عادي غينفعل ويقول هذا الشيء هذا، يقول شي كلمات زهقه ليه ولا هذا. ولكن نتوما ما تكلموش على هذاك السيد،
وكتقولوا على الناس منافقين، راه نتوما اكبر درجه نفاقا، نتوما هما اكبر درجه نفاقا. ما قدرتوش تكلموا، سمعتوا الاطفال فعلا كيتسبوا، ما مره ما جوج ما ثلاثه، والو ما قدرتوش تكلموا. نعاود نسمعكم مقطع غير اليوم تذكر انه تيقول ان الاطفال ديال مريم ما يتنسبوش على الاطفال، ما خصهمش يتنسبوا على الاطفال، وكيتكلم ايضا ان الولاد ديال مريم الصغار حتى هما غيمشيو يدوزوا الحبس. هادشي غير جديد، راه ماشي قديم، هادشي غير جديد، اليوم خلي البارح، هادشي غير اليوم. شكون يبقى في الدار عندك ما مدوزش الحبس؟ اسمع، باقا غير هذيك اللي خلقت ان شاء الله حتى هي غادي تمشي معاك. اللي خلقت انا كنتكلم على ساره اللي خلقت غتمشي حتى هي للحبس، اللي باقا ما تبانش في اليوتيوب كاع، عمرها بانت في اليوتيوب، وجهها ما بانش في اليوتيوب كاع. قابين عيبه وكيعيب فاطمه الزهراء تبقى بين عيبه في طريقه الكلام ديالها. اسمع، وين عيبه؟ واحد شويه علاش شويه مع حتى هذيك مزروبه كتهز الحجر دغيا. اسمع بين عيبه تيغت هتهز الحجر وتشير على شي حد، اصدق هذيك مدوزه مستقله بوحدها، تبارك الله. سمعتي فاطمه الزهراء غتمشي للحبس بوحدها، فاطمه الزهراء صغيره، وشنو ما يدخل شي واحد زيد. الدار كلها زايره ديك المقام، كلشي زاير الحبس. الحمد لله، عائله محترمه جدا. سمعتي، نزيدكم مقطع اخر اللي قلت لكم انه تيقول ان الاطفال ديال مريم ما كينسبوش على اطفال، انا من غنسبوهم؟ ها اسمع، كيكلاشيو حناهو وكيطلعوا القهوه عند باهم ويتسموا هوادين، واش هادو غنحسبوهم حنا اطفال؟ هادوك ليس باطفال وما يشرفوش يكونوا مع الاطفال وما يمشيوش في الطريق ديال الاطفال. سمعتي التحريض كيفاش داير دابا؟ شوف دابا حنا كنقولوا للناس اللي لقى هادو كيتير عليهم الحجر ويجري عليهم ويدخلهم في راسهم ويجريو عليهم حتى من المدرسه، هادوك راه ماشي اطفال وما ينسبوش على الاطفال. هذا تحريض مباشر. نكون واقعيين، شنو بغيتي توصل من هذا الكلام؟ واش عرفتي مدى الضرر النفسي دابا اللي قصتي به دابا الدراري؟ واش عرفتي شنو هو الضرر النفسي اللي درتي في هاد الاطفال هادو؟ واسمع انا نكمل معك. اسمع، لان انا ولادي هذه نقطه مهمه. ولو ندابز مع الجد ديالهم، ولو نتغن انا وحنا هنا تيقول انه واخا ندابز مع جدة ولادي ولا جدهم ولا كذا، فما نقولش لهم زعما قاطعوه ولا ما تهضروش معاه ما تكلموش معاه. وانت ذاك النهار هو مقطع عندنا حاط ولدك قدامك، وانا ولدك شوف ما تكلمش فيه بالخير، انا كنتكلم داكشي اللي انت كديرو في اليوتيوب قدام الناس، وهو مقاطع عندنا جالس وحدك في لايف، جالس حداك وكتقول لهم انا امي ما نعرفهاش فين دفنات وما نرحمش عليها، ولادي ما يعرفوش القبر ديالها فين جا، وكتحرضهم وكتعمرهم هكذا في لايف امام الملأ في لايف. حنا خرجنا قلنا اللهم هذا منكر. انا من ذوك الناس اللي خرجت اللهم هذا منكر. لا، عندك مشكل مع امك ولا مع فلان ولا مع خالتك ولا مع جدك ولا مع شي واحد، خليهم بوحدهم، ولادك يبقوا بوحدهم، ما تخلطش الامور. انا استنكرت هذا الامر هذا، واش تعقلوا ولا ما تعقلوش اخواني اخواتي؟ استنكرنا هادشي، قلنا لا ما يكونش. ودابا كيقول لك لا انا العلاقه تبقى مزيان. ولادي كيتلاقاو جدهم ويسلموا عليه، يتلاقاو حناهم يسلموا عليه، يتلاقاو الجيران يسلموا عليهم. انا ما راه كنتناقش انا وشي صديق ما جبناش حاجه من عندنا، داكشي من عندك كيف ما قلتي انت. وفي السوشيال ميديا دابا هاد الاطفال هادو ما راعيتيش ليهم، ما راعيتيش النفسي ديالهم. دابا هاد الكلمه ديال الحباس اللي قلتو كنتمنى توصلوا الصوت ديالنا، الله يرحم لكم الوالدين. شوف الرباله قالت ما وصلش المقطع، هزوا الصوت ديالنا، هزوا المقاطع ديالنا، وصلوا هذا الشيء هذا، الله يرحم لكم الوالدين وصلوا هذا الكلام هذا. انا غنعاود لكم داك المقطع اللي قال فيه حباس، وغنتكلم على فرنسا. واش فرنسا اذا سمعتك كتقول هذا المقطع هذا اللي تما لشي واحد ولا واخا يكون كاع في المغرب الطفل هذا، واش ما غتدخلش في حقك؟ ها؟ ودابا انت راه كتدعي التحريض والكراهيه تما في داك البلاد اللي انت فيها، اللي انت عندك هاد الافكار في عقلك، صباح الناك انا مدوزه سويسرا بك بوليدك يبقى يقولوا له مسكين الحباس. ماشي الله يسر فيها الله يسر. الدري صغير عنده 3 سنين 4 سنين غادي يبدا يعيطوا له هو الحباس. دابا نتايا ما غاتشكلش خطر في ديك الدوله اللي فيها فرنسا مثلا ان واحد الانسان عنده هاد الافكار في عقله ان طفل يتنمر عليه وينعتو بالحباس وكذا؟ واش هادشي الا سمعوه تما كاين في فرنسا ما غاديش يتحاسبوا معاك ويسولوك على هاد الامور هادي؟ ما نظنش انايا في اي بلاد. راه حتى انا دابا حتى هنا في المغرب، غير يوصل هذا المقطع كنتمنى انه يوصل، والله ما يتفاكوا معاك باش طفل صغير عرفتي مدى الضرر النفسي اللي زرعتي فيه، حقد وكراهيه وخوف ورهاب اجتماعي. صعيب باش يتدمج الدري هذا من جديد في المجتمع. والله خرجتي عليه. انا تنقول هذاك الدري خصو يمشي للطبيب النفساني. فاطمه الزهراء حتى هي كذلك،
اما ساره راه نقول لك لا اله الا الله ومحمد رسول الله، بنت باقا ما كملاتش حتى عام، ما كملاتش عندها هي راه شي 8 شهور ولا ما عندها، وخارج يقول انها حتى هي غادي تدوز الحبس. فاطمه الزهراء راه كتقرا، حتى هي راه كتمشي للمدرسه، والديها راه كيتفرجوا في هاد القنوات، ربما كاين اللي يسمع هاد القناه هادي ويناقش الامر مع ولادو في الدار، ولادو يقول لهم راه فاطمه الزهراء كتقرا معكم راه غادي تدوز الحبس. شكون اللي قالها؟ قالها ولد مو. هاد الناس هادو واش ما حنا ما عندهم نفس ما كنراعيو ليهم حتى شي حاجه. كنتمنى تدخل ديال النيابه العامه، كنتمنى تدخل عاجل، لان هذا الامر هذا خطير، وهذا الشيء راه ما غيساليش بهذا الامر هذا، غيسالي بشي حاجه كبيره. اللهم كنتمنى التدخل ديالكم ويوصل الصوت ديالنا للمنصه باش تناقش الموضوع اليوم، ما ناقشوش البارح حتى نتمنى تناقشوا اليوم، ويوصل الموضوع ديالنا ايضا زيرو تفاهه، على وعسى يناقشوا هذا الموضوع هذا. المهم اخواني اخواتي، هادو هما النقاط اللي كانوا عندنا. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا على اللايكات ديالكم، شكرا على التعليق ديالكم، راكم عزاز وغاليين. الله يحفظنا ويحفظكم وينجيكم من الافات وينجيكم من شر الخلق. كنتمنى وكيف ما قلت لكم هذه مسؤوليه وهذا تحدي عندنا اننا نوصلوا هذا الصوت هذا، لانه ما يقلبوش لنا الموضوع، هما دابا كيبغيو يقلبوا لنا الموضوع، ولكن لا، حنا بغينا نناقشوا ان الاطفال خط احمر، والاطفال ديال مريم ماشي حباسه. كنتمنى الصوت ديالنا يوصل، وكنتمنى هذا الموضوع هذا انه يتناقش اليوم وغدا وبعده توصلوا للحد. شكرا لكم اخواني اخواتي، الله يسر عليكم والله يعطيكم كل ما كتمنوا في خاطركم. حتى انا غادي نقول لكم السلام عليكم، كان معكم اخوكم امين، للحديث بقيه حتى الفيديو جاي ان شاء الله. سلام الله عليكم.